الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. يا مسا السعادة والسرور والفرح وكل حاجة جميلة وحلوة بوجودكم معايا. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويدوم عليكم الصحة ويدوم عليكم الصحة ويدوم عليكم الصحة مليون مرة. مفيش بعد الصحة ولا تقدر بمال ولا أي حاجة إن كانت، مهما تكون معاكي فلوس، مهما تكون معاكي يعني من نوع ترفيه زيادة عن اللزوم، عمره ما يعوض الصحة. الصحة بجد والله العظيم ما فيش بعد منها. فانت تحمدي ربنا وتشكريه وتدعي ربنا ان ربنا يديك الصحة دايما، لان هي الصحة اللي بتعمل كل حاجة. لكن لو معاكي المال وكنوز الدنيا مش هتوفر غير الصحة معاكي. الواحد تعب كتير خالص الايام اللي فاتت، وبجد بجد نلاقيه مفيش اي حاجه نستاهل نفكر فيها غير ربنا يدوم الصحه علينا ويخلينا لاولادنا، ان هم دول فعلا اللي محتاجيننا، ودول بس اللي ندعي ربنا يدينا الصحه عشانهم، لان ما لهمش غير ربنا ثم احنا. ربنا يدوم الصحه يا رب. تعالوا مع بعض النهارده هنبدا روتين خفيف وجميل يا رب يعجبكم. روتين الست المصريه البسيطه اللي على قد حالها، اللي زي كده. طلعت فوق السطوح وشفت الفراخ زي ما شايفين، اديتهم العلف، وزي ما قلت لكم لو عندك خضار، عندك طبيخ، اي حاجه زي ده تديها لهم. تمام. ولو عايزه تشوفي الفيديو اتفضلي شوفيه، عندي فيديو جميل جدا وحلو خالص. تمام. ازاي توفري في العلف وكده. تعالوا مع بعض بقى هندخل على روتين الشقه. والشقه معايا اللي بتعدل تمام، وده حالها كل يوم بعدلها في ساعتين ثلاثه، الا هي اتلخبطت واتعكت في دقيقة واحدة. تمام. ربنا يخليهم يا رب ويهديهم ويديهم الصحة. وكمان جاء عندي أخويا الغالي، ربنا يخليهولي يا رب، وربنا يبارك له في ابنه وفي زوجته، وان شاء الله ويجعله لي صالح باذن الله ابنه. فجاب عندي وجاب لي خيرات، الله ما شاء الله، الله اكبر. تمام. والحاجات كتيره خالص، على بال ما احط في الديب فريزر وفي التلاجة واوزع من هنا واحط من هنا، الحاجات كتيره خالص. تمام. فاخدت وقت طويل 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 خالص، ما اقدرش اوصف لكم. وجاب لي كرتونه موز من الكبيره جدا جدا، تقريبا يمكن يتعدى 50 كيلو. فطبعا زي ما عارفين حضراتكم الموز ما بيعش وكلام زي كده. وجابوا لي لحوم وحاجات كتير كتير خالص، ما شاء الله، الله اكبر يعني. فديت للحبايب وللقرايب ولكل الحد. والحاجه دي كلها بتعود عليك بالمنفعه كل ما بتدي، وكل ما بتكون ايدك فرطه ما بتضايقيش على نفسك ولا على غيرك، ربنا بيديكي من حيث لا تعلمي. تمام. فدي منفعه ليكي، ما اقدرش اوصف لك. ربنا بيزيح عنك شر، بيبعد عنك اي حاجه وحشه. فانتي عاملي ربنا تمام، بحيث ان انت حتى لو بني ادم عمل معاكي حاجه غلط، عمل حاجه كده، افتكري ان انت بتعاملي ربنا مش بتعاملي الشخص نفسه. لو حاطه في دماغك ان انت هتعاملي الشخص بمعاملته، يبقى كده هتخشي في دايره ما يعلم بيها الا ربنا. تمام. والحمد لله ناس كتير بتقولك انا عملت حاجات عشان خاطر مثلا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، كنت بس اللي حاطاه في دماغي ان ربنا يكرمني. وفعلا ربنا بيقف مع عيالها وبيساعدها وفي نفس الوقت حياتها بتبقى حلوه خالص. تمام. زي ما شايفين معكش معاكم يعني ولا طول عليكم وارغي معاكم. شلنا السجاده زي ما شايفين، السجاده بغسلها بكنسها، انا اسفه، بالمكنسه الكهربائيه، بس بيبقى تحتيها تراب وحاجات زي كده. الشقه دايما مقفوله عندي بقى، بفتح الشبابيك في الصبح وكل حاجه وادخل الشمس، لكن ما اعرفش حكايه الاتربه دي بتجيني من فين. تمام. فزي ما شايفين لازم اشيلها، ولازم كده على قد بصراحة السجاد ما بيدي منظر حلو في الشقة، لكن عايز نظافة منك يوميا. تلم كده السجادة وبالمكنسة الكهربائية. غير كده بصراحة لو لقيت فيها تراب ولا لقيت فيها اي حاجة كده بتضايق خالص، وبحاول اشيل وانضف كده عشان تبقى شقتي نظيفة كده، واحافظ عليها على قدر الامكان. رغم ان انا والله عيال صغيرين مش عارفة اسيطر على الوضع. هل انا ام ضعيفة ومعرفش اتحكم فيهم، ولا هي الأطفال أشقية كده، ولا أولادي صعبين؟ تمام. زي ما شايفين خلاص كده خلصنا. هندخل على الغسيل، بعزل هدوم الأطفال، هدوم البيتي على هدوم الخروج، على الحاجات اللي زي كده. في الأول غسلت الحاجات، المفارش اللي بنحطها على الكومودين وبنحطها على الحاجات. المفارش دي قديمة خالص من 7 سنين من ساعة ما اتجوزت. تمام. فزي ما شايفينها يا بنات، بنضفها كويس خالص، وبعد كده من الاتربه والحاجات عشان ما تخشش في الغساله. وبعد كده ادخلها واغسلها، بما ان الميه اتطفت فيدوب فيها شويه ميه، هحطهم زي ما شايفين في الغساله واغسلهم غسله حلوه كده وجميله. تمام. وبعد كده
هبدأ ايه على الروتين التاني، انضف الشقة من هنا واحط من هنا. خلاص دخلنا الشتاء وهدوم الشتاء كتيرة خالص خالص. يعني الطفل بنلبسه 3 4 قطع. تمام. انا لغاية دلوقتي بصراحة الوضع ايه ثابت عندي، فلنا كده بحمالة وفوقيها بيجامة. يعني هي ولا هي خريفي ولا هي شتوي، وسط، لاني بصراحة ما دخلناش على الشتاء الصعب، والاطفال حركتهم كتيرة وبيعرقوا وكده، فمش عايزاهم ادخلهم في موجة الحر. تمام. زي ما شايفين خلاص كده، يا دوب مش مستاهلين ان انا احطهم على حبل الغسيل، هحطهم على الانتريه كده يا دوب ينشفوا، بعد كده هبدأ افرشهم تاني. تمام زي ما شايفين كده. وبعد كده عندي حاجات عيالي دي اللي هي من زمان، زي ما شايفين اللي هي العجلة والحاجات اللي زي كده. والله عايزة اغيرهم كل يوم، احطهم ساعة فوق ساعة بتاع دقيقتين، ساعة تحت السرير، ويلمحوهم القرود، وعايزين يطلعهم، عايزينهم يمام، عايزين نلعب فيهم. فانتوا زي ما عارفين قلب الام بتضعف خالص، وبطلعه لهم وبيعكوا لي الدنيا، لان الشقة ضيقة خالص وبيبنوا لي الدنيا فيها. تمام. هشغل الحنفية على الغسيل. تمام. بحب احط المسحوق في النص عشان خاطر ايه، يعني ينظف حلو ويبقى اسرع من كده. بستخدم المسحوق بتاعي اوكسي. بصراحة كنت بستخدم في الاول برسيل، ريحته جميلة وحلوة، مش عارفة، حاساه شوية ما بقيت تنظيفه مش قد كده. دلوقتي اوكسي والله المستعان، يا رب يقعد على طول كده لحد ما بينظف معايا حلو خالص. ساعات بشغل دورة الغسالة كذا مرة، يعني اخليها على غسيل بس واعيدها مرتين 3 عشان تنضف. انا غسلت فول اوتوماتيك، والفول اوتوماتيك بحسها مش بتنضف قد كده، مش زي الغسالة الاوتوماتيك او الغسالة العادية. تمام. فبشغل الدورة كذا مرة عشان او بدخلها في ايه، في نظام النقع، عشان عايزة ايه الغسيل معايا يبقى نظيف وشكله حلو خالص، مع بجانب ان انت بتحطي مسحوق حلو. تمام. يعني اللي انت بتستخدميه ويكون جميل وحلو. زي ما قلت لكم هتصرف فيهم واغسلها غسلة حلوة. دي كانت اولادي وهم كانوا صغيرين خالص، حتى ما قعدوش عليها، كانوا بيخافوا منها. تمام. وبعد كده الموتوسيكل الصغير البلاستيك ده بجد جميل جدا كان. بس ايه المشكله، ان الشقه لما تكون ضيقه بتحكمك في المكان، تعرفي بتحب تشيل الحاجات وكده. دي الكياس بواقي الحاجات هشيلها برضو. وساعات في اكياس انا بخليها وفي اكياس برميها. الكياس حلوه يعني بتنفعني، ساعات بحطها يعني مثلا حاجات عندي مثلا عايزه اقسمها مثلا احطها في اكياس. تمام. ساعات لما بتكتر زياده عن اللزوم بحط الزباله فيها وبنرميها. تمام. وبعد كده ايه تاني، هدخل على الاوضه التانية. تمام. بعد ما انضف دي وهلم الحبال والم الحاجات كلها والكياس كلها. وبعد كده ايه عايزه ادخل على الاوضه التانية انضف فيها زي ما شايفين. وهاخد الكوتشيات زي ما شفتوا اخدتها وحطيتها في الكرتونه. بصراحه عايزه اشتري منظم للكوتشات والحاجات اللي زي كده، بس متردده منه لان العيال هيعملوا لعبه، خاصه في سوسته، فهيبوظوه لي في يوم وليله. تمام. فبحطهم بصراحه في الكرتونه. وبعد كده هلم التراب. شفت التراب؟ تراب كتير خالص ما شاء الله، ما اعرفش بيجيني من فين، والله ما اعرف بيجيني من فين. التراب ده يمكن بلمه في اليوم مره او مرتين. هدخل على اوضه الاطفال وزي ما شايفين لميت اوضه الاطفال دي. فيها البلكونه، هي الوحيده اللي فيها البلكونه. فبحط الغسيل بعد ما احطه فيها في السرير ده. وبعد كده اجي اخر الليل احطه واطبقه في الدولاب، لان العيال لو معايا مش هيخلوني اعمل حاجه ولا هيخلوني اطبق حاجه. فبحب اطبق واروق والعيال نايمه، لان بيقعدوا يلعبوا معايا، اللي يشد المكنسه مني واللي يشد المساحه مني، وكلهم عايزين يلعبوا، وانا ما بحملش بصراحه الضغط منهم. فبضطر اعمل كده. فهرتب زي ما شايفين هلم الشورتيات بتاعتهم والم البنطلونات. خلاص كده هعزل الصيفي وهعزل الشتوي. خلاص كده عايزه انا اشتري شنطتين باذن الله واحط فيهم هدوم الصيفي كلها باذن الله، وهدوم الشتاء لوحدها. وبعد كده زي ما شايفين العيش لو انتوا عايزين تعملوه بيبقى جميل جدا. بتعمليه يا بنات على البخار وطاجن البامية، يا رب يعجبكم. وبكده